لو عايز تعرف الوزن المثالي بتاعك كام، تعالى هقول لك على معادلة بسيطة لو طبقناها نقدر نعرف الوزن المثالي بتاعنا كام، وهل احنا كده عندنا سمنة ولا لا. هنقسم الوزن بتاعنا على مربع الطول بالمتر. يعني ايه؟ هنقسم الوزن بتاعنا مثلا انا الوزن بتاعي مثلا 85 والطول بتاعي 165، يبقى الطول هنقسم 1 و65 من 100 مربع، هنقسم بقى الوزن على مربع الطول بالمتر، هيطلع لي رقم. لو الرقم ده اقل من 25 يبقى كده انا الوزن بتاعي كويس جدا. طيب لو من 25 ل 29 كده يبقى انا عندي حاجه اسمها زياده في الوزن. طيب من 30 ل 34 كده انا عندي سمنه. اكتر من 35 لفوق كده انا عندي حاجه اسمها سمنه مفرطه. طيب ده هيفرق معانا كمان في ايه؟ في الحالات اللي هنقدر نقول الحاله ديت محتاجه ادويه ولا لا، هل الحاله دي محتاجه تدخل عمليات ولا لا. ده اللي بيحدده حاجه بقى اسمها ايه؟ معدل كتله الجسم او البادي ماس اندكس، اللي هو الوزن